الاسبوع ال 12 من البريمير ليج، الدوري الانجليزي اقوى دوري في العالم واكثرهم اثاره. يلا بينا. ارتيتا محتاج فيها انه يثبت ان اللي حصل ده كله كان هزار، وهو نفسه الخبرات اللي اكتسبها مع الوقت وثباته مع الفرقه وثبات تشكيلته هيخليه قادر ان هو يحسن الدنيا بسهوله. لو قدر ان هو يحاول يخلي حد تاني يقفل على الثغرات اللي بيسيبها توماس بارتي بالكوره كويس في الاميريتس، وهيقدر ان هو يفوز. ساعات بتبص تلاقي مدرب ما ينجحش مع فرقه كبيره ويجي مع فرقه صغيره يكسب الفرقه الكبيره ويكسب كل الناس. الفكره بتبقى انه معلهوش الضغوط دي كلها. بتبقى المشكله بالنسبه لبعض المدربين انه ما يقدرش يتحمل كل الضغوط دي، وساعات بيغلط وساعات بيخاف. وزي ما ساعات ارتيتا بيخاف، والخوف اللي بيعمله ارتيتا ده ضيع منه الدوري قبل كده. انا من وجهة نظري ارتيتا ضيع الدوري بخوفه، ويخش بيضم على نص الملعب ويساعد بارتي. تمبر هيقوم بالدور ده، هو خلاص جدد مع الفرقه. بيسوما كويس، سار هيكون موجود مع كولوزوفسكي. مفيش حاجه اسمها اكانجي واكيو يقعدوا ويلعب ووكر ولويس. مفيش غنى عن دي براونا طول ما هو موجود الفرق اللي قدامك بتعمل ألف حساب لتواجده. براونا بيساعد هالاند عشان يحط اهداف. طول ما دي براونا موجود هالاند بيكون موجود. الناس بتتكلم عن هبوط مستوى، هو مش موضوع هبوط مستوى. انت كتارجت، انت كفرود، انت كراجل سترايكر محتاج تمويل. بلاش لويس حاليا. المفروض ان جوارديولا ما يديش الافضليه لتوتنهام، ان هو فعلا لما بيكسب بكتير. المان يونايتد الشياطين الحمر، وهيعملوا ايه مع اموريم؟ روبن الراجل المفروض انه يقوم بدور روبن هود مع مانشستر يونايتد وينتشلوا. هنا اللي ممكن يكون الضغط على روبن. رود فان نيستلروي الكام مباراه اللي لعبها ما اثرش كتير فنيا وما عملش بصمه، لكن اللي كان مميز في الموضوع ان الناس مش طالبه منه حاجه. احنا محتاجين نعمل ايه دلوقتي؟ محتاجين بالنسبه لروبن ان هو يسيب كل واحد في مكانه، يكون البوزيشنز مش غريب على اللعيبه، وما يحاولش يغير كتير في التشكيل الفني اللي موجود اصلا في الفرقه، لان ده مهم جدا. ما ينفعش انت تيجي على منظومه شغاله حتى لو منظومه بايظه وتيجي تغيرها في يوم وليله، مش هينفع. لا اللعيبه هتستجيب، ولا الاداره هتستجيب، ولا الجماهير هتستجيب. ويفرق ايه عني المدرب الشاب روبن تكتيكه او في لعبه؟ انا عملت نتائج كويسه ومحتاج كنت فرقه ودعم. طيب هو المباراه دي بالنسبه له هيحاول ان هو يقفل على اليونايتد بشتى الطرق. هيحاول يقفل على برونو فرنانديز في نص الملعب، يحط الامل دياله الخطه المناسبه علشان يوقفه. ده بيفرق مع الدوري، وهي دي حلاوه الدوري الانجليزي. كفه مايله ناحيته لو ما غيرش كتير، لو ما حاولش ان هو يغير كتير ويتكلم كتير مع اللعيبه. دلوقتي اللعيبه محتاجه الدعم النفسي اكتر من الدعم الخططي. اسطوره من اساطير ليفربول والدوري الانجليزي بيهزر مع ولده وبيقول له بس بقى يا ابني عايز اتكلم كلمتين. فين المشكله؟ ضيف خفيف عليكم، وان شاء الله اشوفكم تاني الجوله ال 13. اشوفكم على خير. ملعوبه بودكاست محمد القاضي. سلام.